طلع سوري، ما تعرفناش اسمه. والله ما سمعت. سبحان الله. ادانا فلوس وما رضاش ان احنا نحولها له. مش عارف احنا رايحين فين، كان غريب قوي، مش عارف اقول ايه بصراحه. تجربه جميله جدا جدا. انا هدفع الاسعار دي كتير قوي بصراحه، كتير قوي يعني، قوي قوي. ايه ليه مش عايزين يا عم؟ تعال نشوف في هناك حاجات شكلها مجانيه، تعال نشوف بيقولوا ايه هناك. والان احنا قدام اجمل واكبر مساجد الموجوده هنا في موسكو، ونبقى نكافئ نفسنا ناكل مندي باللحمه. ودونا البريسليت دوت كله تحت السيطرة. وطبعا بعد ما الحمد لله اكلنا المندي وكل حاجة بقت تمام، قلت بقى اطلع اتمشى شوية عشان اهضم اللي انا اكلته دوت، عشان الموضوع صعب بصراحة. فكان خالد خلاص اتكل على الله ومشي. هبقى الجماعة اصحابي اسلم عليهم، وان شاء الله بكرة الصبح هيسافر السعودية يوصل بالسلامة باذن الله. فقلنا بقى كان يجي بارك جديد ما جناهوش قبل كده. خلونا نخش نكتشف مع بعض ما هذا البارك الجميل. شكله من بره رائع جدا بصراحة، بوابته كبيرة جدا وعليها زي ليزر كده، ديت مجسمات من التلج هم عاملينها. دوت مين ده الراجل الايه ده يا ولا الراجل عضلات. ماشي. طبعا ممكن تكونوا خدتوا بالكم ان انا صوتي شوية تعبان، بس الحمد لله. مش عارف زوري شوية كده وجعني ومناخيري بدأت. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на международной выставке. Хорошего вам настроения и отличного времяпровождения. ماشي. فكرت ان احنا بنقفل او حاجة، بس لسه ما قفلوش، لسه شغالين. بس فعندي زي دور برد خفيف كده، والمخدة بتاعت المكان اللي انا نايم فيه يعني، او الهوستل اللي انا قاعد فيه المخدة بتاعته كبيرة قوي، فرقبتي كمان وجعاني، فالحمد لله يعني. بس الدنيا مش تمام. بس البوابة كبيرة جدا وجميلة جدا. بحب بقى الحاجات العملاقة دي. فين بقى الجهاز الليزر اللي شغال عليه دوت؟ جايله منين؟ انا هكتشف. عارف هنعمل ايه؟ نروح نقف قدامه. هناك اهو. هيدي هو، وهيدي التاني، هيدي الاول، وهيدي التاني. وين التاني؟ هيدي. ما شاء الله مسكتكم، ما شاء الله تبارك الله. ما هذا الجمال. عندهم ساقية كمان، هوريلكوا عندنا اهو الشمال الساقية هناك. ايه ده يا لهوي؟ الراسية كتبنا بروسيا، الراسية يعني الزمالك. انا مش عارف ايه الانبوبة الكبيرة ديت، بس هنحاول نخشها مع الناس اللي داخلين دول، نشوف كده يا ترى فيها ايه. ايه الجمال ده؟ هو بيعمل لك زي نبذة سريعة عن روسيا، عن كأس العالم 2018، الكرتون بتاعهم، الفي ار، اول واحد طلع القمر. يعني حاجات عامة عن روسيا، حاجات في الثقافة، حاجات في الحضارة. بس النفق شكله جميل جدا. تطلع من الكبسولة على طول تلاقي القلب الكبير دوت مكتوب عليه بنحب روسيا. تلف كده قدامك تلاقي المبنى الجميل العملاق دوت تاني. وبرضه فكرة الليزر دي فكرة جميلة بصراحة.
جميلة جدا يعني. الليزر اللي بيطلع كده على المبنى بيلونه وبيغير شكله تماما، فلا حلو بصراحة. عمارة روسيا. هو المكان اللي احنا كنا لسه موريها لكم دوت اللي ورانا ده، المفترض ان فيه مدخل، في حاجة جوه، هنخش كده نبص نشوف فيه ايه تاني. اعتقد برضه ممكن تبقى حاجة مشابهة للي فاتت، بس داخلين دلوقتي الحلزونة، ياما الحلزونة، علشان نشوف ايه اللي جوه. هم دخلنا دلوقتي قلعونا خدوا الجواكت مننا عشان ما ينفعش تخش الجواكت في مكان مقفول رصيتيا، بس ودونا البريسليت دوت. مش عارف هيحصل ايه دلوقتي. Прикладывайте. У вас есть QR-код? Нет. Нет? Значит, вводите сюда свои данные. Угу. نكتب اسمنا إيميا، نكتب أبو الأداهيم. وبعد ما خلصنا تسجيل مع العروس اللي كانت معانا وسجلنا في الشاشة وكل حاجة زي الفل، بقى إن إحنا هنخش بعد كده. مش عارف هنخش فين، مش عارف هيودونا على فين، بس بوزع لهم سماعات، وزع لهم حاجات، فأكيد حاجة زي كده يبقى نظام مش عارف إيه، بس يلا هنشوف. بس يبقى بدون البتاع ده ايه ده؟ تعلي وطي. قلت لك كمان السماعه دي، ما اعرفش ايه السماعه دي، بتفضل السماعه دي نوصلها في البتاع ده كده زي الفل. اعتقد كله تحت السيطره. مش عارف احنا رايحين فين، بس مكان غريب قوي. شغلوا لنا حاجات في السماعات، حلو. نعلي شويه. في المستقبل ده ولا ايه؟ Привет! انا مبهور من اللي بيحصل بصراحه، جميل قوي. Представьте себе планеты, где могло бы поместиться 1500 таких городов, как Москва. Это и могучие леса, и реки, и, конечно же, высокие горы. Давайте прямо сейчас совершим восхождение на Эльбрус, самую высокую горную вершину России и Европы. Посмотрите, мы поднялись на пик
мечтал покорить Южный полюс и пересечь в одиночку океан. Сегодня реализовывается наша мечта. Но путь этот мы должны пройти сами. И он всегда полон трудностей и препятствий. В твоей мечте. Прямо сейчас. Путь к мечте совсем нелегкая прогулка, мой друг. День за днем нужно преодолевать себя. Иногда ты падаешь. Россия – это цивилизация, которая чтит свою историю. Чтит своих героев. Они смотрят на нас. И у каждого, кто когда-либо жил в нашей прекрасной стране. Каждого, кто мечтал сделать ее лучше. Этот портал объединяет нас через наших героев. Не только героев прошлого, но и героев будущего. То есть вас. Вы готовы преодолеть все трудности и добиться своей мечты? Для активации портала мечтателей нужна энергия каждого из вас. Прикоснитесь своим браслетом к сердцу. Вы можете увидеть на лицах свои мечты, которые не только радуют вас, но и меняют все вокруг. المكان رائع بس بجد جميل جدا جدا جدا. ورانا بتاعت اسمه ايه دوت بتاعت تحط بصمتك، فاحنا لازم نحط بصمتنا دايما في كل مكان. ممكن نحطها فين؟ ممكن نحطها فوق خالص. تعالها نضغط عادي. ممكن نكتب التاني، نكتب القناة بقى DHAM إبراهيم، ونحط علامة اليوتيوب. احنا دايما فوق يا ابني، احنا دايما فوق. مش عارف اقول ايه بصراحة، بس تجربة جميلة جدا 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 قوي يعني. جميلة قوي، والنظام الاصوات كده في ودانك وانت بتشوف قدامك حاجات بالليزر وشايف حاجات غريبة. صح انها كلها حاجات عن روسيا، بس الواحد عجبه الشوي يعني. العرض كعرض عجبني بصراحة، ان هم جايب لك بقى لفة كأنك بتلف من المستقبل، كأنك جاي من المستقبل. بتشوف بقى ايه اللي بيحصل يعني، او ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيكون بعد كده. لازم تحط حلم لنفسك، لازم تحط مش عارف ايه عشان تسعى وراه بقى. حاجات للروسيين جميله يعني، هي حاجات ليهم جميله جدا، بس اللي يفهمها بقى نقول ايه. يا ريت يكون عندنا حاجات زي كده بصراحه يعني. انا مثلا واحد اجنبي اهو، دخلوني عادي جدا وبكل احترام وبكل ذوق، ما حدش كلمني يعني. حاجات زي كده مش هتفيدني ولا ليها لازمه اصلا ليا، بس اهو لو بيشجعوا السياحه على حاجه زي كده مش بيمنعك من الموضوع دوت. وجرب وخدت تجربه وادوك بريسليت ديت عشان تبقى ذكرى ليك، ودخلت ورحت ولفيت وشفت كل حاجه عادي يعني. اتس اوكي. بس خلاص بقى ناخد الجاكيت ونكمل رحلتنا الجميله. الحديقه اللي انا جيت لها ديت هي عباره عن حديقه تقريبا كده، اللي انا فهمته ان هي مجمعه مجموعه كبيره جدا من الثقافات. لكل ثقافه او لكل مكان مشهور عاملين له زي مبنى كده، وبيعملوا فيه يعني جواه الحاجات المتعلقه بالمكان ده. فالمهم بالصدفه لقيت مين؟ لقيت لقيت ام الدنيا. فحاليا ما اعرفش ده متحف ولا ايه. خلينا نخش نشوف يا ترى الحضاره المصريه عندهم عامله ازاي. شوف المبنى عامل ازاي، توت عنخ امون هنا، فاهم؟ شكله جميل. فتعالوا نشوف كده الحضاره المصريه جوه عاملينها ازاي، وعندهم ايه. يا ترى هنقابل جوه مصريين ولا لا؟ يا مسهل الحال. دايما ده الاماكن الوحيده اللي مفتوحه، بقيت الاماكن غالبا مقفوله. يا رب بس ما يكونش عباره عن كافيه بس وخلاص.
تخيل واحد مصري داخل здравствуйте. По билетам. ابو بليت сколько стоит؟ А вот касса там. لك عشان تطلع تتفرج لازم بالبليت اللي هو تذكرة. تعال نشوف التذاكر كام بقى. يقول لك التذاكر 800. انا هدفع الاسعار دي عشان اطلع اتفرج على حاجات بلدي. طب ما هي عندي طول اليوم اصلا، مجاني. ايه اللي خليني ادفع كل ده عشان اطلع اتفرج عليه؟ لا بصراحة مشروع فاشل. كده مشروع مش صح خالص. مشروع اشتغالات. تسلموا يا رجاله. انا اثار بلدي محطوطه هناك اتفرج عليها مجاني. انا دفعت 950 ولا 800 وانا اجنبي ولا ايه؟ انا مصري. مش عايزين كتير قوي بصراحه، كتير قوي يعني قوي. 1000 روبل على ايه يا عم؟ بتاع 500 جنيه ليه 650 كمان عشان اشوف اثار بلدي؟ دي مش اثار اصلا، انتوا ضاحكين علينا. مش عايزين يا عم. تعال نشوف فيه هناك حاجات شكلها مجانيه. تعال نشوف بيقولوا ايه هناك. ودوت يعني المتحف او المكان الكازاخستاني. فلو برضه عايز بصراحه مش الاسعار دي، فانا مش داخل اي مكان. فمش شايف ده لازم اشتغالات يعني. المفروض تبقى الحاجات دي باسعار رمزيه او مثلا بليت زي تذكره يعني يدخلك معظم الاماكن. اما كل متحف تذكره معينه. وبكده يا الساده الكرام نقول وداعا الى هذا البارك الجميل. الى لقاء قادم باذن الله. ولكن ان شاء الله لو في جايه تانية لموسكو تبقى في الصيف باذن الله، عشان الجو كده لا ينفع صراحه. فان شاء الله القادمه تبقى اجمل واحلى باذن الله. وبس يا سيدي، متجهين بقى حاليا الى مترو علشان نوصل اقرب محطه. لو كنا نركب اتوبيس او نركب مترو لا اعلم صراحه ما تخبيه لنا الطرقات، ولكن انا في رعايه الله وحفظه وامانه فلا نخشى ولا نخاف. وبس يا سيدي. وقامت معيطه. قلت لها بس اهدي كده صلي على النبي. طلعت ليه؟ وإلى هنا يا السادة والسادة تنتهي حلقتنا ويومنا لهذا اليوم. والله جميل. لسه الحمد لله مخلصين اهو. طلعنا من المترو بعد تحويلتين. نركب باص نوصل لحد السكن وينتهي يومنا لهذا اليوم. ايوه. وبس يا سيدي، نقابلكم في مش عارف بقى بكره. يا رب نروح مكان جديد بكره عشان زهقت. بس يا سيدي، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا النهارده كده باليوم الجميل دوت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم.